الحمد لله على كل شيء. منتخبنا الوطني المصري بيخسر من الأرجنتين. الحلقة دي اتأخرت قوي. الحلقة دي عاوز أقول فيها كلام كتير جدا من قلبي الحقيقة للمنتخب المصري. عارف إن أنت بنسبة 90% أول مرة تشوفني. أتمنى بس أنت تشترك في القناة كده، لأن في حاجات جامدة هتنزل بإذن الله. طبعا كان في مشكلة في الاستوديو، فأنا كنت الفترة اللي فاتت دي غايب جدا على اليوتيوب. ولكن رجعنا الحمد لله، رجعنا بعد هزيمة منتخبنا الوطني أمام منتخب الأرجنتين والحكم. امبارح احنا ما كناش بنلعب الأرجنتين، احنا كنا بنلعب الفيفا والأرجنتين والحكم. حاجات كتير قوي يا جماعة امبارح الحقيقة. أولا احنا اتظلمنا تحكيميا بنسبة مليون في المية. الموضوع واضح، موضوع واضح جدا. لكن حابب أتكلم في حاجة يا جماعة، يعني كابتن حسام حسن بكل تأكيد والله العظيم الراجل ده أسطورة. أفضل مدرب درب منتخب مصر في كأس العالم في التاريخ عموما. الراجل ده عامل حاجة استثنائية صعب أوي اللي بعده يقدر يعملها. ولكن عزيزي المشاهد، احنا هو بصراحة ارتكب أخطاء كارثية، ارتكب أخطاء كارثية نفضل نقول كده لحد الصبح. في التبديلات، انت منزل مرموش يعمل ايه؟ هو في أسوأ حالاته. منزل مرموش وهو أسوأ لاعب في منتخب مصر عموما. ماشي، دي أول نقطة. تاني نقطة، تريزيجيه نازل ينيل ايه؟ نازل يعمل ايه؟ ما تنزل تدافع. هنام يا جماعة، ما احنا بصوا، احنا كنا بندافع يا جماعة امبارح عشان نبقى واضحين. لكن تريزيجيه نازل يعمل ايه؟ هو مرموش يا جماعة. لكن يا جماعة الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. هو الموضوع بص، يعني كان هيخترعوا لك حاجة يخسروك بيها والله العظيم. انا كنت اعتقد بجد احنا لو كملنا 2-0 كانوا هيخترعوا لك حاجه، ما اي حاجه بقى. ممكن يديله ضربه جزاء، ممكن يديله ضربتين جزاء يتعادل معاك. فانا شايف انه الحمد لله على كل شيء، احنا وصلنا لليفل عالي جدا. انت امبارح اتظلمت كتير، انت الاحق، انت الافضل، انت وهارد لك، انت وصلت لحاجه كبيره جدا. آه يعني ما تزعلش. وعموما هي بطوله موجهه يا جماعه. امبارح انفانتينو كان بيتكلم في التليفون، ما اعرفش بيتكلم مين. آه عمل كذا موقف يثبت لك ان هي بطوله موجهه، زي مثلا الموقف اللي قدام حضرتك ده. حزن قوي، حزن انفانتينو بعد ما سجلنا الهدف الاول. وقال لك كمان، يعني كان بيتكلم مع صحفيه او صحفي ايا يكن، يعني كان بيقول له عشت النهارده يوم صعب مع منتخب الارجنتين. الله عليك، الله عليك يا حيادي، الله عليك يا عالمي، الله عليك. عاوز اقول لك ان انفانتينو ده اصلا سويسري، اصلا يعني الماتش اللي جاي هو مش هيشجع سويسرا، هو الراجل هيشجع الارجنتين. الحمد لله على كل شيء. منظومه عبثيه طبعا ماسكه الفيفا، للاسف اكبر كيان كروي في العالم للاسف. ولكن الحمد لله على كل شيء، وشكرا جزيلا ليكم.